الشباب اللي عندهم ضغوطات وانه الحياة مكسرتهم وكل يوميا ناشرين لي بالستوري مسلم وتعبت، ولو ناشر لي مغسل وقبور وقالب ليها النجف بالستوري. شنو مشاكلك انت بهذا العمر وهيك كاره الدنيا؟ ما عندك شي. انا قام وحق علي بن ابي طالب، ما عندكم فارغين. مشكلتكم الوحيده هو الفراغ. والمشكله الثانيه تريدون النسوان ترد عليكم بالستوري. انت تنشر ستوري تحزن وتفن وتبين للعالم انه انت ضايج وانت ما عندك شيء. حتى زهراء سوزي زربونه قندوره طبت راسك تقول لك شاكو بيك، وظلون تسولفون وتسامرون وتبين له بانه انت ثعبان من الحياه، وانه انت تدفع ايجار، وانه انت معيش اهلك ويوميا كيلوان طماطه وكيلوان موز وبصل وخيار والى اخره. وانت كذب ما عندك لا السوالف، نايم ماكل شارب ومولي للدوام راجع من الدوام كل شيء ما عندك. اللي يشتغل ومعتمد على نفسه ما ينشر ستوريات، انا متاكد انا اعرفهم، لان ما يلحق ينشر اصلا هيك ستوريات. ما عنده وقت، يا اما يدرس يا يطلع الشغل يرجع بس. وحياته عباره عن طاقه ايجابيه لان ملهي نفسه بالشغل، مدى يلحق يحزن نهائيا. وعنده قناعه وهذا الاهم. اما بالنسبه للفتيات نضيق حموضه، من تطلع لي كل 5 دقائق بستوري انني متعب انني متعب ولا رب نازله، ماكو اي شيء من يثبت انه انت ما قاعد تدفع ايجار. لا السفن محترقه، لا عندك ايتام، لا عندك مره وجهاله برقبته. اللي عندهم هاي السوالف ما يونون نهائيا يعني. فانت مسوي اوفر، يا اما انه انت فراغ عندك، يا اما على مود النسوان. حموضتكم بطلوها منكم لله، وباي باي.